بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. النهاردة قصتنا قصة بنت في ثانوي. كنت عملت فيديو صغير، أنا قلت خلي بالك من بنتك واقعد واتكلم معاها من وقت للتاني، وانت برضو مكبر دماغك. طب اسمع بقى القصة دي. القصة دي بتقول إن كانت بنتي في تانية ثانوي، وبعدين البنت دي من أسرة راقية بطريقة، ناس معاها فلوس، ناس مرتاحة. يعني والدها عنده شركة كبيرة وراجل معروف في البلد. فبس الراجل ده كان صاحب كاس، اللي هو بيشرب خمرة ومدمن خمرة يعني. وبيحب بيحب الستات يعني. هو بغض النظر عن الخوض في التفاصيل، بس هو راجل صاحب كاس وبيحب الستات. انا مش هقدر اقول اكتر من كده. المهم ان هي كان عندها 3 اخوات بنات، ما عندهاش اخوات صبيان. امها امرأة متحررة، اللي هي ايه، بتلبس اللبس العادي، اللي هو مش العادي اللي هو بتاعنا، لا العادي اللي هو ايه، اللي هو الميني جيب و يعني حاجات كده بتظهر جزء كبير من جسد الست وكده يعني، اللي هي ايه، اللبس السواري يعني. واخواتها البنات نفس القصة. لكن البنت دي كانت بتلبس الحجاب، وكانت بتصلي دايما وبتصوم معظم اوقات السنة، وملتزمة ويعني قريبة من ربنا. اللي هي فضلت تنصح في اخواتها وامها: يا جماعة البسوا لبس فضفاض ولبس واسع والبسوا الحجاب. هم لا، هم كانوا دايما بينزلوا بشعرهم في الشارع، ولما بيروحوا مصيف مثلا بينزلوا البسين بالبكيني والكلام دوت. هي طبعا ضد الكلام ده كله. فالبنت دي كانت متفوقة في دراستها يعني، كانت ماشية ما شاء الله عليها يعني. المهم البنت دي في تانية ثانوي آه، اتعرفت على شاب. فالشاب ده والده ميسور الحال، فاللي هو ايه يعني، آه، اذا كان هي عندها والدها هي عنده شركه، فالشاب ده والده عنده شركتين يعني. هو اللي هو يعتبر اغنى من والدها يعني. وهو معروف يعني، حتى في المكان ده هو معروف. بس هي البنت كانت دايما بتحط عينها في الارض وما بتبصش لحد. لكن لما هو حاول يكلمها مره واتنين، فزمايلها في المدرسه قالوا لها: ده الشاب فلان الفلاني، ابن فلان الفلاني، صاحب شركتين وعنده عربيه اخر موديل ومرتاح ماديا، واللي هو ايه، شكله بيتكلم في جد يعني، اللي هو ايه، عايز يتقدم ويدخل البيت من بابه. المهم مش هطول عليك، قول طول. جه صاحبنا دوت حاول معاها مرة واتنين وتلاتة، لحد ما فعلا جه في مرة البنت ايه سمعت له. قالت له: انا مش بتاعت لا خروج ولا فسح ولا موبايل ولا الكلام ده كله، لازم تيجي تتقدم لبابا، وساعتها نقدر ان احنا نتكلم في التليفون. لكن انا خروج اصلا ما بخرجش حتى لو اتخطبنا. البنت جد جدا، وهي البنت بصراحة يعني عاجبني سلوكها يعني. تحس بقى هنا الرقي في السلوك، اللي هي الرقي الديني، الرقي اللي يقرب الفتاة من ربنا. فطبعا الشاب اعجب بها جدا وبتصرفها وبرد فعلها عليه، فتقرب منها اكتر. فجه في مره من المرات قال لها: انا خلاص انا قررت ان انا اتقدم لك، بس انت اديني العنوان بتاعك والمكان اللي انت ساكنه فيه، علشان والدي يسأل عليكم علشان يجي يتقدم هو والدتي. البنت طبعا في قرار نفسها هي مش عايزه تديله العنوان.
عشان عارفة سمعة والدها والقصة اللي هو ايه اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية. قالت له انا ساكنة في المكان الفلاني ووالدي فلان الفلاني. قال لها بصي هو انا معرفوش، بس انا هكلم والدي وهقول له علشان يسأل على والدك علشان نيجي نتقدم لكم. انت عارفة ان احنا عيلة كبيرة، واحنا والدي قال لي احنا مش هنناسب اي حد. قالت له وانا موافقة. جه والدها طبعا بعت الناس اللي عنده اللي هم على دراية بان هم يسألوا على الناس. فسألوا على صاحبنا وعرفوا ان هو صاحب كاس وان هو بيحب الستات وان هو ليه مغامرات في المجال النسائي، واللي هو كذا مرة صيته سمع صيته سمع. واعرف بقى ان اخواتها طبعا بينزلوا مش لابسين الحجاب، وان هم والدتها طبعا بتنزل بالميني جيب والكلام دوت. فاللي هو ايه على قد الشاب ده ما ان هو غني، بس والدته ما بتلبسش اصلا ميني جيب، والده ملتزم. فاللي هم دول العيله دي عيله الشاب ملتزمه، وعيله البنت بس هي اللي ملتزمه. المهم مش هطول عليك بالطول. جه ايه بعد كده؟ الولد عرف من ابوه قصة عيلة البنت، القصة كاملة بقى في برواز كده. قال له القصة اهي، دي مش هتعرف تناسبها علشان واحد اتنين تلاتة. فالشاب كان صريح، بس اللي هو صريح زيادة عن اللازم يعني. فراح قابل البنت وحصل حوار محدش عرف بيه الا زمايلها بعد كده، وده اللي احنا هنقوله فيما بعد. المهم بعد المقابلة دي البنت روحت البيت، قفلت على نفسها وبقت انطوائية جدا، وبقت ما بتكلمش حد. قللت جدا في أكلها، ما بقتش تروح المدرسة، ما بقتش تطلع من الأوضة. وجم زمايلها زاروها في البيت، ما رضيتش تقابلهم، مش عايزة تكلم حد خالص. تطورت حالتها إن هي حاولت الانتحار، حاولت تقطع شرايينها. ففلتت من المرة الأولى. لحقوها أهلها، كسروا عليها الباب ودخلوا وخدوها ودوها المستشفى ولحقوها في المرة الأولى. المرة التانية أخدت أسبرين، شريط أسبرين كامل، فبرضك قعدت ترجع وكده، فأخدوها ولحقوها. فاضطروا إن هم يدخلوها مصحة نفسية. دخلت البنت مصحة نفسية، فزمايلها في المدرسة كانوا قريبين منها جدا، فقالوا احنا لازم نعرف ايه اللي حصل بين البنت وبين الشاب اللي كان عايز يخطبها. فراحوا للشاب نفسه وقاموا سائلينه انت قلت لها ايه؟ قال لهم بصراحة انا مش هكدب عليكم، انا قلت لها اللي بابا قاله لي. فقالوا له طب بابا قال لك ايه؟ قال لهم بابا قال لي واللي انا قلته لها ان والدك سكري وبتاع ستات، وامك مش محترمة نفسها في لبسها، واخواتك بيمشوا بطريقة بشعة في الشارع، شكلهم الملفت الجامد قوي للنظر، وبيمشوا مع شباب، وسمعتكم وحشة. وطبعا انا قلت لها فالبنات بقوا مستغربين لصراحته الزايدة. يعني انت عرفت الكلام ده عنها، تعالى قول لها انا مش عايزك وخلاص. قول لها بابا مش موافق وخلاص. مش لازم تقول لها بالتفاصيل عيلتك كذا وكذا وكذا وهي عارفة كل ده. فقرروا يروحوا يزوروها في المستشفى. فأخدوا بعضهم زمايلها وراحوا زاروها في المستشفى، المستشفى النفسي.
لقوا البنت حالتها ساءت عن الأول. إزاي؟ بقت بتاكل ضوافرها وبتقطّع في شعرها، وهُم طبعًا في الأوضة ديّة شايلين من عندها أي حاجة حادة، ما فيش حاجة حادة موجودة في الغرفة، واللي هي مخربشة وشّها وبتقطّع في هدومها، وحالها ما يسُرّش حد، حالها ما يسُرّش حد. السؤال بقى هنا، الفتاة دي، البنت دي، ترمي اللوم على مين؟ على أهلها اللي هم كل واحد ماشي بتفكيره، واللي خلّوا سُمعة البنت نفسها مش كويس، سُمعتها خلّوها مش كويسة، مع إن البنت ملتزمة جدًا، بس البنت بتنتسب لأهلها، والّا ترمي اللوم على الشاب اللي باعها وهي كانت منتظرة إن هو ينجدها من وسط العائلة اللي هي كانت وما زالت عايشة معاهم. مستني تعليقاتكم، ويا ريت تعملوا اشتراك للقناة عشان يوصلكم كل جديد، ولايك بقى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.